السلام عليكم ومرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبأحسن الأحوال يا رب. إذا عجبتكم وصفتنا لنهار اليوم ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد، وما تنسوش لايكاتكم الجميلة مثلكم، وشكرا وجزاكم الله كل خير. وصفتنا نهار اليوم يعني غير لهذا الزوج تاعي جاب لي يعني كرنيت، يعني هو اللي صيدو. السر تاعو باش يطيب لكم بالخف لازم يعني بيتو في المجمد ليلة كاملة. غد من داك شوفو تحكموه من تحت العين، تقطعو هداك الراس وحدو والآخر وحدو. من بعد الراس لازم تقلبوه، لازم نقلبوه ونحولو كامل واش كاين داخل، يعني غير بالعقل. تسيبو كي السلوكة، نقطعوهم يعني بالسكين ونحيو كامل هداك الزايد، نخليو غير لو شابو تاعو مثل ما هو موضح هاوليك. هنا نزيدو نحيو الضرس تاعو، لا الأسنان لو شيقولولو، هاوليك نضغط عليه يعني من الأسفل ويطلع، ونقطعوه بالسكين. نروحو نغسلوه بشوية تاع الخل ونوليو الوصفة تاعنا. في كوكوطة نحط شوية تاع الماء، بعد ما غسلت القرنيط تاعي نحطو لداخل، نضيف عليه زوج وريقات رند وبصلة صغيرة وسنينة تاع التوم، ونغلق عليه في الكوكوطة. نخليوه يعني واحد 45 دقيقة هكداك، من 40 إلى 45 دقيقة. يعني إذا كان القرنيط صغير راح يطيب بالخف، إذا كان هكذا كبير يطول شوية. شوفوا هنا بعد ما مسيتو يعني شفتو بلي طاب خلاص، نحيه نخليه يقطر مليح. قبل ما يبرد لازم نقطعو. هنا كيما راكو تشوفو يعني مازال سخون. شوفوا كيفاش يعني نقطعو، يعني لكل يطاب. شوفوا ما شاء الله يعني التنقية تاعو ساهلة. شوف ما تكسري راسك مع حتى حاجة، شوفي ما شاء الله. نكملهم كامل بهاد الطريقة هادي. يعني الطريقة راهي سهلة بزاف، يعني وعنده والله فوائد كثيرة. بزاف اللي ما يعرفوش الطريقة تاعو يخافوه. تبعو يعني الطريقة وراح تنجحو ان شاء الله فيه ويعجبكم ان شاء الله بطريقتي. هنا مور ما كملت نطيتو كامل، راح نقطعو بهاد الشكل هذا. شوفوا يعني هنا قبل ما نزيد نرميه في المرقة، شوفوا يعني راهو طايب، يعني راهو ما شاء الله. نكمل نقطع كامل القرنيط اللي عندي. من بعد نروحو نديرو المريكة تاعو، يعني شطيحة تاع القرنيط. هنا في طنجرة عفوا نحط حوالي 3 مغارف زيت كونوا كبار. هنا بصلة صغيرة وزوج فصوص تاع الثوم مسكرفجين. يعني على درت بصلة صغيرة لأنو لا كونتيتي لي عندي تاع القرنيط صغيرة، يعني عندي قرنيط واحد، لو كان نديرو زوج قرانات يعني نتوما دوبليو المقادير. نزيد عليها شوية تاع الملح، زوج وريقات تاع الرند، حبيبة طماطيش متوسطة مش كبيرة بزاف مسكرفجة. هنا الزعترة اللي عندو لو تان هكداك يديرو، اللي عندو مرحي نشيت مرحي درت المرحي. درت فلفل كحل، وهنا شوية كمون حب ريحيتو. هذا الفلفل القناوي يعني اختياري، اللي يحب يحار واللي ما يحبش ما يديرش. ملعقة بابريكا ولا فلفل هكري نحطها فوق النار بهاد الطريقة هادي. نغلق عليها ونخليها تتقلى مليح مليح. شوفوا هنا راهي بدات تتقلى، راح يعني نخلطها تحريكة خفيفة يعني، ونعاود نغلق عليها ونخليها تزيد تتقلى مليح مليح. هنا شوفوا يعني كيفاش راني نقلي فيها، يعني تاع الطماطم لازم يختفي الماء تاعها تماما. نضيف هنايا مغرفة صغيرة هريسة ومغرفة صغيرة طماطم مصبرة. في هاد المرحلة هادي اللي لازم نقليوهم يعني قبل ما نديرو الماء، خاصة الطماطم باش نحولها هذيك الحموضة تاعها. نغلق عليها ونخليها تتقلى مليح مليح.
شوفوا هنايا، تشوفوا بكثرة الزيت هذيك راها تكتك، يعني هنا الماء تاع الطماطم كامل تبخر وتقلات لنا يعني بالطبع. راح نزيد كوب تاع الماء يكون دافي، نحرك تحريكة خفيفة ونحط ديك القرنيط تاعي، نغلق عليها ونخليه يزيد يطيب في هذيك المريقة الله الله ويتجمر. شوفوا هنايا بعد ما طفيتلو وتجمر لي الله الله، شوفوا ما شاء الله ديك الشطيطحة كيفاش جات. انا كاين يحبوا الشطيطحة وكاين يحبوا بالرز، راح نزيد معاه الرز على طريقتي. يعني شوفوا هنا نشلو زوج شليلات حتى 3 حتى يصفى الماء تاعو، من بعد نحطو فيه صفاية كيما هادي ونخليه يكتر مليح مليح. من بعد في الطنجرة واحدة اخرى نحط مغرفتين زيت ومغرفة زبدة ونخليهم يذوبوا. من بعد راح نضيف الارز تاعي هذاك اللي يعني يقطع مليح مليح، نحركو هكذا مع الزبدة باش يتشربها مليح مليح. هنا نبدا نزيد في التوابل، عندي معرفة تاع الملح، واللي عنده كوب المرق هذا كان يجامبو يزيدو. هنا توابل تاع الحوت شوية، وهنا شوية تاع الكركم يعني باش يعطيه اللون. هنا عندي نجمة الأرض وحبة الهيل، زوج حبيبات تاع حبة الهيل وتست اعواد تاع القرنفل. يعني والله يصدقوني هاد الأرز يجي بزاف بنين، يعني تقدروا تاكلوه بحدو بدون يعني أي إضافات. نحركو هكذا بالطبع غير شوية يعني، ونبدا نزيد الماء. هادي الكيلة الأولى يعني درت كيلة تاع الأرز يقابلوها 2 كيلات ونص تاع الماء. 2 كيلات، كيلة تاع الرز يقابلوها 2 كيلات ونص تاع الماء. نحرك تحريكة خفيفة ونغلق عليه، يعني من الأول نخليوه على نار قوية، نغلق عليه نخليه يطيب. هنا كما قلت لكم في الأول نخليوه يغلي على نار قوية، من بعد حنا في هذه المرحلة نكسورو على أقل درجة ونخلوه يتشرب الماء تاعو كامل وينشف وحده. وها هي النتيجة تاعو بعد ما شرب الماء تاعو. شوفوا ما شاء الله جم في الماء جا معجن ما حتى حاجة. وها هو الطبق تاعنا في الأخير، هاتي الشطيطحة تاع القرني تاعنا. شوفوا ما شاء الله كيفاش جا جد شاهي. وهنا قلتلكم بالنسبة لي يحب يعني يقدموا مع الأرز، كاين تاني اللي يحب يخلطوا مع الأرز وكاين في الطنجرة يخلطوهم كامل على جي ويجو تاعليك بان يجو ما شاء الله. نتمنى تكون عجبتكم وصفتنا تاع نهار اليوم حبيباتي. ما تنسونيش بلايكاتكم يا اخي، راهي غير ضغطة زر تشاهدكم بالجنة ان شاء الله حبيباتي. والى فيديو جديد ووصفة جديدة. خليتكم في رعاية الله وحفظه، والى الملتقى باذن الله تعالى. سلام.